السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة خديجة كروشي. اليوم ان شاء الله غندير لكم هاد الزواقه كتجي في تريكوات ديال البنات هاد الصيفيين، تكون شي حاجه بيضاء بحال هكا ديريها بهاد اللوين اولا ديريها في الفولار ديال الحمام. كنحتاجو الكروشي رقم 12، انا دايره ليه هاد الفاصمه حيت ولا كيطلق الصدى وما لقيتش بحالو، ما بقاوش تيكونوا زوينين كاع، تلقاهم غير العينين ديالهم، العين ديالو رقيقه بزاف ما كتشدش الخيوط. هذا مزيان، هذا هو باش كنخدم انا. كندير الحبكه هي الاولى، ها هي الحبكه هي الاولى، وهذا عمود سلسله عمود سلسله عمود، ها هو على الشكل. وكندير بين العمود كنخلي حبكه وكندير عمود، وهنايا بين العمود كندير سلسله عمود، تندي السطر كامل وكنرجع ندير هاد الزواقه هادي. ولكن قبل كنكون مصايبه العقيق هنايا في الخيط، ضروري كنركب الخيط العقيق في الحرير صافي. وكنبدا كندير السلسله الاولى. الا بديت من هنا دائما كيف قلت لكم تنخلي واحد 3 الحبكات تنديرهم فوق بعضياتهم، الحشو فوق الحبكه 3 المرات باش يثبت ليا الخدمه مزيان صافي. وكنطلع نفترض هذه هي الحبكه الاخرى، تنطلع ب5 سلاسل، 1 2 3 4 5. كناخد العقيق كنجيب حدايا وكنسد عليها بسلسله، وكندير 5 ديال السلاسل، 1 2 3 4 5. تندير 5 هنا و5 هنا، وكنرجع البلاصه اللي درت فيها الحبكه الحشو هي اللي كندخل فيها هنا بين الاعمده، كندخل وندير حشو. كندوز الفراغ الثاني، ها هو الفراغ الثاني بين هذا العمود وهذا العمود، كندخل ندير حشو ونطلع تاني ب5، 1 2 3 4 5، ونجيب عقيقه تاني ونسد عليها سلسله، وندير تاني 5 ديال السلاسل، 3 5. كتولي عندي بحال هاد الشكل. كنرجع البلاصه فين خدمت الاولى، هنا بين العمودين كندير حشو صافي. وندوز تاني الفراغ الثاني، ندخل ندير حبكه او حشو ونطلع ب5 تاني، ونجيب سلسله العقيقه ونكمل. كتعطيني على هذا الشكل. تديري الالوان، ديري اللون في اللون. ونصيحه تاخذوا هاد الزمرد هذا او العقيق تاخذوه ديال الجاج داك الثقيل، هذه راه بلاستيك وهذه الجاج، باش هو كيتقل على هاد الهديبات هادو، ولكن ضروري تصلحيهم. كنتمنى تستافدي اختي من هاد الفيديو. الى الدرس المقبل ان شاء الله.